مرحبا. أقرأ الآن قصة جديدة بعنوان امرأة وكلب. لا أحد يعرف من هي، حتى الكاتب. أنا سارد هذه القصة من يعرفها، ولكنني لا أريد أن أعرف بها وباسمها. لا يمكن في هذه المساحة القصيرة إلا أن أسرد لكم قصتها. إنها امرأة ليست كأي امرأة، امرأة متفردة وفريدة، لا اسم لها. نعم، تحب، لكنها لا تحب رجلا بل كلبا. وقد عرفته لي هكذا ووصفته لي هكذا. لنبدأ. كان مشغوفا بالصحف، لا يفعل شيئا سوى أنه يتتبع ما تنشره الصحف. لا يقرأها، وإنما يشم أوراقها ويلحسها بلسانه ثم يبتلعها. وعلى الرغم من أنه لا يعرف ما تنشره الصحف من أخبار ومقالات واستطلاعات وتحقيقات وحوارات وأعمدة، وكان يرى الصور ويظل يحدق فيها كما لو أنه يحدق في مرآة أو نهر يرى وجهه فيهما ويكاد يقبض عليه، إلا أنه ينفلت منه كما تنفلت الحجرة داخل غور البحر. وقد استغربت أشد الاستغراب عندما قالت المرأة: أنت لا تعرف شيئا عن الكلاب ونزوعهم الصحفي. لا يخافون مما هو مكتوب ومنشور، ولكن يخافون من الترجيع التي تتركه هذه المنشورات. كانت المرأة تتكئ على مرفقها ومعها كلبها الذي يحب الصحف، وكانت تتركه على حريته، على الرغم من أنها تعرف بحق أنه يشهر القراءة، وكان ذلك لا يخجلها. فهنالك العديد من الكلاب لا يقرؤون، ويحتلون مناصب عليا أو ينجحون في الانتخابات بهذه الطريقة أو تلك. ومنهم من لا يعرف حتى فك الحرف الواحد، وهذا أمر معروف في حدائق الحيوانات. ربما لم تسمعوا من قبل بأن للحيوانات انتخابات خاصة بها، وهي انتخابات طبيعية، حيث الاستمتاع بالنظر إلى الكلب والحمار والثعلب والذئب والنمر والفيل والأسد، وكلهم يظهرون من وقت لآخر في الصحف والتلفاز. وذات صباح من الأصباح استفاقت المرأة فلم تجد الكلب الذي كان بجانبها على السرير في غرفة النوم. فكرت في الرجال الذين يخرجون ولا يعودون، إلا أنها قالت في نفسها: لا يمكن لذلك الكلب النذل أن يفعل بي ذلك ويخرج أو يهرب دون إخباري. وكانت المرأة التي لا تريد أن يعرف أحد اسمها قد انزعجت وغضبت من فعل الكلب الذي لحس جسمها الليلة كلها، وكان يخرج لسانه الطويل كالفتاة الشقراء الحمقاء التي كان لسانها الطويل يجوب حينا القديم. وعثر عليها أطفال الحي صباحا ميتة في زاوية منه، ولسانها مقطوعا أمامها بفعل فاعل، وبقيت قضيتها مجهولة، ولم يعرف أحد من فعلها بها ذلك حتى اليوم. ذهبت المرأة إلى قسم الشرطة وقدمت شكاية في حق الكلب، مطالبة الشرطة بإعادته لها، بيد أن رجال الشرطة ضحكوا عليها وطلبوا منها إحضار صورة له. ومن حسن الحظ أن المرأة كانت تحتفظ في حقيبة يدها بصورة له، فلما رأوها قالوا لها: سنقوم بواجبنا
ولو أن الأمر يتطلب الإذن من رئيس حديقة الحيوانات للدخول إليها والبحث عنه، ذلك لأن هذا الكلب لا يشبه الكلاب الآخرين. لم تفهم المرأة شيئا. خرجت من قسم الشرطة وعادت حزينة وغاضبة في الوقت نفسه إلى منزلها، وما إن دخلت حتى ارتمى الكلب على عنقها وعضها، ثم تركها غارقة في بركة من الدم وخرج.